في الفيديو ده هنقارن بين ارخص عربيات جديده موجوده في السوق دلوقتي، والحقيقه حطيت نفسي مكان كل واحد هو بيدور على ارخص عربيه جديده، ارخص عربيه لان المبلغ اللي معاه مش كبير قوي، وفي نفس الوقت هو عايز يبعد عن المستعمل ومشاكله. ده يا راجل تروح دلوقتي تتفرج على العربيه يقول لك فابريكا بره وجوه، تروح تلاقي قفاها في وشها ملهاش معالم، فلا يا عم طالما كده هدفع فلوس ادفعها في جديد واريح دماغي من الاعطال، هو جدول صيانات هلتزم بيه وشكرا على كده. وفعلا بدات ادور على ارخص عربيه موجوده في السوق، واول عربيه كانت هي الالتو، سوزوكي التو. العربيه دي دايما هي ارخص اختيار موجود. تخيل ان الالتو ضحكت علينا وقعدت تغلى لحد ما بقت ب 180,000 جنيه. ايوه الالتو هي ارخص عربيه موجوده دلوقتي ب 180,000 جنيه، والعربيه دي متواضعه جدا في امكانياتها. الموتور بتاعها 800 سي سي بيخرج 47 حصان، حاجه كده على قدها. لقيت ان هي من بعد 2020 حاولوا يزودوا فيها شويه تجهيزات، فبقت تنزل باي بي اس و2 ايرباج مع التكييف والباور وشاشه كده صغيره على قدها، وكانها بتقول لك خلاص في ايه احنا هنطمع ولا ايه. العربيه دي لما دورت شويه لقيت ان هي اخر حاجه منها 2022، مش هتنزل 23، لان الجيل التاسع منها نزل بره في الهند وشكله مختلف تماما عن الالتو اللي موجوده هنا. عيوب السوزوكي التو انها متواضعه في كل شيء، الشكل والتجهيزات. الموتور بتاعها ضعيف جدا خصوصا لو انت مشغل التكييف، وتخيل مركب اتنين تاني معاك، يا نهار ابيض بطه بلدي. الحجم بتاعها صغير والعزل بتاعها وحش. والعربيه دي طبعا مع الموتور ال 800 سي سي موفره جدا في استهلاك البنزين، بتشم البنزين زي ما بيقولوا. طيب ايه اخبار قطع غيار العربيه دي؟ انا راجل يهمني قوي اسعار قطع غيار العربيه اللي هركبها. كلمت ناس بالفعل اللي هم عندهم قطع غيار العربيه دي بره التوكيل، اللي هم التجار اللي موجودين، جبت ارقامهم وبعت لهم يا جماعه الاكسدام الامامي بتاع العربيه بكام؟ الفانوس بكام؟ طقم التيل بكام؟ الحاجات اللي هي ممكن وانا ماشي تتكسر فاحتاج اغيرها. والاكسدام الامامي بالشبكه كان سعره 2350 اصلي، طقم التيل الامامي كان سعره 1250 جنيه، والماليزي سعره 350 جنيه. والحقيقه قطع الغيار دي كانت غاليه بالنسبه لي لان العربيه دي في فئه هي ابو الاقتصاديه. طيب جبت رقم توكيل العربيه وكلمتهم في التليفون، ده حقيقي. ايوه يا جماعه انا عايز سوزوكي التو 2022، انا جاهز بالفلوس وعايز اشتريها. والله يا فندم الحجز مقفول على كل عربيات سوزوكي، ده رد التوكيل. مقفول؟ طب هيفتح امتى؟ ما نعرفش. طيب ايه العمل؟ والله سيب اسمك ورقم تليفونك وهنكلم حضرتك. ده كان الرد بتاعهم. فكده حسيت ان انا هبقى صيده للموزعين والمعارض، اللي هو عايز العربيه تعالى موجوده بس في اوفر برايس. تخيل يا مؤمن نوصل لليوم اللي يبقى السوزوكي التو عليها اوفر برايس، يعني حاجه مضحكه جدا، هي محزنه الصراحه. طيب سبت الالتو خالص، ها ايه هي تاني ارخص عربيه في السوق جديده يا عم؟ هتلاقي ده ابلكيشن الصراحه ساعدني جدا في التدوير بتاع الفيديو ده، لانه بيحدث الاسعار اول باول اللي هي بتتغير كل اسبوع تقريبا. فلو عايز تتابع سعر عربيه معينه هيساعدك قوي الابلكيشن اللي انت تتابع سعر العربيه من عليه. هسيب لك اللينك لو حابب اللي انت تنزله في الوصف بتاع الفيديو. وبعد بحث لقيت ان تاني ارخص عربيه بعدها على طول هي الجرانتا، لادا جرانتا 2023 بسعر 215,000. تخيل الجرانتا بقت ب 215,000. طيب تعالي يا لادا جرانتا. وهنا ظهري وجعني على السيره وسمعت اصوات كده غريبه حواليا، تزييق على تكتكه على تخبيط بسيط كده. فبعد كده اطمنت وقلت خلاص ده اكيد التقفيل المصري بتاع الجرانتا. وده اول عيب في اللادا جرانتا، ان العزل فيها سيء جدا، والتقفيل المصري مخلي العربيه شويه المساعدين في المطبات والحفر والكلام ده وانت ماشي في صوت تزييق كده وتكتكه، انت مش عارف هو طالع منين. الجرانتا عموما عربيه متعبه شويه في ركوبتها، عربيه مش مريحه. فقلت بس يبقى اكيد الموضوع ده انا ممكن اتغاضى عنه، يا عم اتعب مش مشكله بس ما اتعبش في فلوسي. فاكيد هيعوضوا الموضوع ده في اسعار الصيانات وقطع الغيار. بفتح الفيسبوك لقيت واحد بيشتكي ان هو راح يعمل صيانه دوريه للعربيه اللادا جرانتا بتاعته 40,000 كيلو، دفعوه 11,000 جنيه. اللي هو فكرت كده انا لو جبت العربيه دي مش ههوب ناحيه التوكيل اصلا. فقلت يا جماعه يعني اكيد التوكيل بتاع العربيه مبالغ في اسعار الصيانات، ليها قطع غيار بره. ولقيت فعلا الناس عندها قطع غيار العربيه، بعت لهم الصراحه لسه ما ردوش عليا. كل واحد اكلمه يقول لي طب استنى السيلز هيكلمك، طب استنى نشوف اللي مش عارف ايه في المخزن ونبعت لك. فمستني ان هم يبعتوا لي، وهكتب لكم في الكومنتات اسعار قطع الغيار المعروف، يعني الفانوس بكام، الاكسدام، التيل، الحاجات اللي هي اللي ممكن تتخبط مني وانا ماشي دي، هكتب لكم في الكومنتات اول ما يرد. الجرانتا موتورها 1600 سي سي بيخرج 87 حصان،
خرجنا شويه بره حته البطه البلدي بتاعت الالتو دي. استهلاك البنزين بتاعها متوسط، مش زي السوزوكي التو، طبعا الالتو مفيش زيها، حاجه 800 سي سي، بس استهلاكها مش عالي، استهلاكها كويس جدا، والعربيه روسي تقفيل مصري. العربيه واسعه بالنسبه للعربيات اللي في الفئه الارخص دي، العربيات الهاتشباك الصغيره، فهي واسعه لو هنقارنها بيهم. فيها تجهيزات امان، 2 ايرباك واي بي اس. بس العربيه اختيار مش وحش، تعتبر ارخص عربيه سيدان في مصر دلوقتي. قلت اقلب حظي كده واشوف تالت ارخص عربيه موجوده في السوق دلوقتي، ولقيت السوزوكي اسبريسو هي اللي عليها العين. انت فاكر العربيه دي كانت نازله بكام؟ تخيل سعرها رفع لحد ما بقت ب 230,000 مانيوال، طبعا مفيش منها اوتوماتيك. وصحيح لو عايزين فيديو تاني زي ده للعربيات الارخص الاوتوماتيك اكتبوا لي ده في الكومنتات ونعمله مع بعض. طبعا 230 كتير عليها قوي، بس مفيش حل تاني، هي تالت ارخص عربيه، فتعالوا نشوفها. السوزوكي اسبريسو عربيه بموتور 1000 سي سي، بيطلع 67 حصان، شكلها غريب شويه وملفت، عاليه عن الارض، وموفره في البنزين بموتورها ال 1000 سي سي. العربيه نازله ب2 ايرباك واي بي اس. العزل بتاع العربيه سيء جدا، وتقريبا كل الفئه اللي احنا بنتكلم عليها دي كده، لانها فئه اقتصاديه. هي اقتصاديه في كل حاجه الا سعرها الفئه دي. وطبعا زي ما انتم عارفين بهتم بقطع الغيار، بدات اكلم ناس عندهم قطع غيار ليها بره التوكيل، ولقيت الناس عندهم قطع غيار اصليه. سالت عن الاكسدام الامامي والخلفي، الفانوس الامامي والخلفي وطقم التيل، ولقيت ان الفانوس الامامي ب 2500 جنيه، الفانوس الخلفي ب 450. حاول لما تيجي حاجه هتخبط فيك يعني تعالى بالفانوس اللي ورا. الاكسدام الامامي ب 4000 جنيه، الاكسدام الخلفي كان ب 2000 جنيه، وطقم التيل الاصلي امامي ب 1500 جنيه، الكوري ب 400 جنيه. طبعا قطع غيار برده غاليه جدا بالنسبه لفئه اقتصاديه، لكن ما باليد حيله. طبعا بالنسبه للحجز بتاع العربيه، توكيل سوزوكي قفلها لي في المكالمه، يا فندم الحجز مقفول على كل عربيات سوزوكي، شكرا. فللاسف هلاقي نفسي وقعت تحت ضرس الموزعين والمعارض برضه. هنا بقى كنت خلاص تعبت قفلت، بس قلت يعني ما ابص كده، وجيت اشوف رابع ارخص عربيه جديده، ولقيت السوزوكي سيلاريو بالجيل الثالث منها، عربيه هاتشباك من سوزوكي بسعر 250,000 جنيه. العربيه كانت يعني العربيه شكلها حلو وكيوت كده وعسوله، وكانت هتاخد شويه فرصتها في السوق، لكن ان هي وصلت بالسعر ل 250,000 جنيه لاول فئه مانيوال، فبقى سعرها وحش جدا، خصوصا انها عدت ال 300 للفئه الاوتوماتيك بتاعتها. العربيه دي بتنزل بموتور 1000 سي سي، بيطلع 65 حصان، اي بي اس، اي بي دي، 2 ايرباك. قطع الغيار بتاعتها حدث ولا حرج، جيل جديد، شكل جديد. قطع الغيار بتاعتها اكيد هتبقى غاليه وقليله شويه. ولما دورت تاني لقيت نفسي داخل على اريزو مانيوال ب 272,000. فاكرين لما كانت نازله ب 100 حاجه و60,000؟ فاكرين ولا لا يا جماعه؟ في ايه؟ بعديها لقيت السوزوكي ديزاير ب 285,000 مانيوال برضه، فقلت لا بقى ستوب كده، صلى على النبي، انا الدنيا بتفلت مني ودخلت في ال 300 ولا دي كده مش ارخص عربيه جديده في السوق خالص. فوقفت لحد كده، واللي وصلت له ان ارخص عربيه موجوده في السوق هي السوزوكي التو 2022، تليها اللادا جرانتا 2023، بعدهم تيجي السوزوكي اسبريسو ب 230,000 جنيه ب 230,000 جنيه، واخيرا السيلاريو اللي بربع مليون جنيه. فاتمنى السوق يتعدل شويه، خصوصا بعد القرار اللي طلع النهارده بالغاء الاعتمادات البنكيه. يا رب ده يأثر على قطع الغيار والعربيات، لأن أرخص عربية في السوق المصري دلوقتي خسارة يدفع فيها المبلغ اللي هي بيه دلوقتي، وكمان يا ريتها موجودة، ده الحجز مقفول. لو الفيديو عجبك اعمله لايك وشيره، واكتب لي كمان في الكومنتات لو عايز نعيش التجربة دي تاني مع بعض للأوتوماتيك. مع السلامة.